السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم العيش البلدي، وهعمله معاكم بخطوات سهلة وبسيطة، وكمان هقولك ازاي تظبطي العجينة في الصيف. اللهم بارك. عيش النهاردة كله ارتفع وكمان طري جدا بعد السوا. ياريت بس تتبعي الخطوات للآخر، وياريت لو أول مرة تشرفيني ياريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الأول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة أنا هعمل معاكم دقيق مدعم، يعني دقيق أسمر. في الأول نخلت الدقيق وطلعت منه كده النخالة، بس المنخل اللي بنخل بيه بينزل كده كمية من النخالة. والعيش الأسمر بيكون صحي وسنة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لو عايزة انت تخلطي مع الدقيق الأسمر دقيق أبيض، دي براحتك انت خالص ويرجع لك انت في الآخر. أهم حاجة هي خطوات العجين وازاي نظبط العجينة في الصيف. اول حاجه انا نخلت الدقيق وطلعت منه النخاله، وبعد كده ضفت معاه الخميره معلقه ونص، يعني على الميزان 15 جرام. وضفت كمان قدهم ملح، وقلبت الملح والخميره كويس جدا. وما ننساش الملح في اي معجنات، الملح علشان ما يخليش العيش ينفض معاكي. النهارده انا عامله معاكم 15 كيلو، وكل 10 كيلو كده بضيف لهم معلقه خميره كبيره. الكمية القليلة بتاخد قد الكمية الكبيرة في الخميرة، علشان الكمية القليلة ما بتاخدش وقت بنعملها فبتخلص معانا على طول، اما الكمية الكبيرة فبتقعد معانا وقت على ما بنخلصها، فعلشان كده تخمر براحتها. فاهم حاجة تظبطي الخميرة. والمية اللي هتعجني بيها مية عادية خالص من الحنفية، يعني مش مية سخنة ولا حاجة. وانزلي بقى بالمية واحدة واحدة لحد ما الدقيق يختفي، وبعد كده تلتي العجينة على اليابس. وبعد كده هتطريها بس واحدة واحدة، ما تطريش العجينة مرة واحدة علشان ما تتقطعش معاكي. ما شاء الله، شايفين بقى شكل العجينة بعد ما لتتها كده على اليابس. وبعد كده انا بطريها كده واحدة واحدة. ما ينفعش خالص ان انا يكون عجنها يابس واجي اطريها مرة واحدة، هتلاقي بقى العجينة كل حتة كده راحت في جنب. لما نيجي بقى نطر العجينة نطريها كده واحدة واحدة علشان العجينة ما تتقطعش. وياريت في اي معجنات نعجن العجينة يابسة، وبعد كده نطريها واحدة واحدة. ولو لسه مبتدئين ما نطريش العجينة قوي. وكمان العجينة الطرية بتغلبنا جدا في الصيف، يبقى ياريت ما نخليش العجينة في الصيف كمان طرية. عجينة الصيف بتختلف شوية عن الشتاء، يعني لازم نلتها كويس وكمان ما نطرهاش قوي. يعني لازم نعمل حساب الحر في اي معجنات بنعملها، ونخلي بالنا ما نطريش العجينة قوي علشان ما تغلبناش وتتلزق معانا. لو عايزة بقى تتعلمي الرح بجد يبقى لازم تظبطي العجينة في الاول، وهقولك ازاي تظبطيها وتطلع معاكي يعني مظبوطة ما بتتلزقش، او عجينة تكون يابسة جامد وما نعرفش نخبزها. العجينة اليابسة بصراحة العيش هيطلع معاكي مجلد ومش هيبقى حلو خالص، والعجينة الطرية في الصيف هتغلبنا. يبقى ازاي نظبط العجينة واحنا بنعجن كده؟ كل شوية نقطع رغيف ونخليه على وش العجين. لو لقيناه صرح معانا جامد يبقى كده العجينة طرية قوي، ولو ما صرحش خالص يبقى كده العجينة يابسة جامد. لو صرح معانا بقى على بسيط زي ما انتوا شايفينه كده، يبقى كده العجينة المظبوطة. انا كده مش هضيف مية تاني، انا هبل ايدي مية وهلت العجينة تاني. واهم حاجة هي خطوات العجين يا جماعة، يعني نعمل الاختبار ده كذا مرة لحد ما العجينة تظبط معانا. ولو لقينا العجينة كده فيها تلزيق على بسيط عادي خالص، هتقومي بقى تغطي العجينة. شايفين شكل العجينة ناعمة وكمان مش لزق في ايديا خالص، يبقى كده العجينة المظبوطة. هغطيها وهعلم الطشت اللي انا هعجن فيه وهشوف هيطلع معايا في قد ايه. انا هكفي بقى على الطشت صينية، والصينية بتخلي العجين يطلع معانا بسرعة، وكمان علشان ما يتلزقش في الهدوم العجين فياريت نكفي على الطشت كده صينية. اخد معايا ساعة ونص ما شاء الله، لقيته اختمر. قمت على طول فرشت ملاية عجين ورشيت عليها النخالة. وياريت بقى نتقي النخالة شوية علشان ساعة ما نلقط الرغيف يطلع معانا مظبوط ما يتلزقش معانا. لو هتقطعي في صواني تقلي النخالة شوية علشان تعرفي تلقطي الرغيف وما يتلزقش كمان في الصينية من تحت. وكمان لو انت مبتدئة ما تكتريش تقطيع في الصينية، يعني اعملي صينية او 2 ووسعي بيد عن بعضه، يعني الصينية تاخد معاكي 4 ترغفة علشان ما يتلزقش وتعرفي تلقطيه. اول ما تخبزي هتقومي بقى توطي الفرن وتقطعي بقية الخبيز. العجين بقى مش بنقطعه كله مرة واحدة، احنا بنقطعه على كذا مرة في الصيف، علشان لو خمر هتلاقيه ما بيرتفعش خالص بعد السوا، وكمان هيبقى ريحته خميرة جامد. هتبقى ريحة الخميرة ظاهرة جامد. فياريت بقى في الصيف نعمل صينية او 2، واول ما نخلصهم نوطي الفرن ونقوم نقطع تاني.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. هنجرب بقى اول رغيف بعد ما سيبناه كده اختمر على النخاله ربع ساعه. لو لقيناه بقى مظبوط هنكمل بقيه الخبيز، ولو لسه فيه نفطه هنصبر بقى عليه شويه ونرجع نخبز. النفطه اللي هي بتكون مخليه سمك الرغيف تخين قوي من تحت، ومن فوق بيكون زي الشفاف كده يعني رايق قوي. يبقى كده العيش لسه منفض، انا عايزاكي بقى تصبري عليه شويه وترجعي تخبزي. بس من اول رغيف انا خبزته اللهم بارك لقيته بيرتفع، وكمان العجينه طريه جدا وطالع سواه كده تحفه. يعني العيش طالع مظبوط مش مجلد او طري ان هو بتلزق، العجينه كانت معايا مظبوطه. علشان كده بقولك اعملي الاختبار اللي هو بتقطعي رغيف وتخليه على وش العجين، هيعرفك العجينه مظبوطه ولا لا. اللهم بارك كده العيش طالع معايا مظبوط. انا هكمل بقيه الخبيز. تعالوا بقى لمسكه المطرحه يا جماعه اللي هي من تحت اليد كده. المسكه دي للناس اللي هي ما بتعرفش ترح، هتجربيها وهتلاقي نفسك بتعرفي ترحي بعد ما تمسكي المطرحه من تحت اليد. المسكه دي هتخليكي تعرفي تحركي الرغيف من على المطرحه، هتلاقيه بقى بيوسع معاكي على طول وتطلعي منه النخاله كلها. ولما تيجي ترمي لو بيتلخبط معاكي وطي الشعل شويه علشان النار ممكن تلخبط معاكي الرغيف. ولو برضو بمطيه الشعل وبيتلخبط معاكي اقعدي بقى على حاجه عاليه، يعني تكوني عاليه عن الفرن، يعني حطي مخده كده تحتيكي واقعدي. اول بقى ما تيجي ترمي ان شاء الله العجينه هتكون معاكي مظبوطه، هتعرفي ترمي. وكمان تشوفي المطرحه قبل ما ترمي، ما تخليش الرغيف طالع بره المطرحه علشان ما يتلخبطش معاكي. الخطوه دي مهمه جدا ولازم تشوفيها قبل ما ترمي. النار نوطيها ما شاء الله من تاني رغيف يا جماعه العيش كله بيرتفع. وكمان هنشوف كل الكمية معانا في الآخر بجد طالعة تحفة، يعني طرية جدا وسواها كان تحفة. العيش البلدي ما فيهوش حاجة صعبة خالص، وانا قربتلك كمان التصوير علشان تشوفيه وهو بيستوي. اللهم بارك. الرغيف بقى اللي تلاقيه ارتفع بتديريه بالراحة خالص، عشان الرغيف اللي هو بيكون مرتفع يا جماعة بيكون مليان هوا من جوه، والهوا اللي جواه بيبقى سخونة جامدة. فبنديره بالراحة وبنوطي الشعل شوية علشان ما يتحرقش. بنطلع اللي استوى لبره، والجنب التاني اللي هو ما استواش بنخليه لجوه. ما نطلعش الرغيف الا لما نلاقيه استوى حلو، علشان لو عاملين كمية كبيرة وعايزين نفرزها ما ترجعش معانا عجين تاني وتتلزق في بعضيها. بنقوم بقى نفرش كل الكمية اللي احنا خبزناها ونسيبها تتهوى شوية، وبعد كده بنقطعها وبنشيلها في اكياس ونفرزها. اللهم بارك. عيش النهاردة مفيهوش ولا غلطة، طري وكمان سواه حلو جدا، ومفيش بقى ولا رغيف باظ خالص، وكل الكمية طلع معايا تحفة بجد. بتمنى بجد ان انتي تمشي على كل الخطوات علشان يطلع معاكي مظبوط. وبتمنى بجد ان يكون شرحي بسيط وتكوني طلعتي حتى لو معلومة بسيطة. بتمنى بقى ما تنسانيش بلايك ولا اشتراك للقناة، واستناني في فيديو جديد.